اشمعنى يا جماعة دي تبقوا تشكيلة الألتيميت تيم وزير في حراسة المرمى أليسون، أما في الدفاع روبن دياز وفان دايك، على اليمين بتاع باير ليفركوزن، وعلى الشمال هرنانديز، أما في قلب الميدان بلينجهام ورودري ودي بروين. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيفا موبايل. فكرة الفيديو بتاعت النهاردة إن احنا نشرح حدث التيم اوف زير أو بالأصح التوتي. لكن قبل ما نبدأ أتمنى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الصباح عشان يوصلك كل جديد، ومن غير مقدمات انزل بالانترو. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده ان احنا عندنا اكتر من قسم. اول حاجه عندنا المين والممر الاول والتالت، وعندنا الايكون ايفولوشنز والالتيميت تيم اوف زير. تمام، اول حاجه نبدا بيها واللي هي ايه تيم اوف زير مين. اول حاجه عندنا هنا اربع حاجات اللي هم المعروفين، يعني المهام والمقايضات والشوب والنمط التحدي. تمام، وعندنا هنا الجاليري هم 5 حاجات. هنا الالتيميت تيم اوف زاير اللي هم بلينجهام وهرلاندس ومبابي والباك اليمين بتاع باير ليفركوزن. وعندنا الجروب اي والالتيميت تيم اوف زاير هم المفتوحين. والجروب اي في ناس جامده زي بلينجهام ومبابي وفيني وهكذا. والممر التاني والتالت هيتفتحوا كام، يعني الممر التاني هيتفتح كام اسبوع، والممر التالت هيتفتح كمان 3 اسابيع. تمام، ده يعتبر ايه شرح المين. تمام، نخش على شرح الممر الاولاني. اول حاجه يا جماعه ان احنا عندنا هنا في الممر الاولاني 3 مطوشه و3 تمريرات، وان انت عندك هنا ريفرش ليميتد، ان انت ممكن تعملها كل يوم وببلاش. تمام، كلهم على بعض بيدوك 145. طب هتقول لي فايدتهم ايه بقى؟ تمام، البوينتات اللي انت هتاخدها فايدتها، شايف ال 100 توكن بتاعت التيم اوف زير؟ تقدر تاخدها وتقدر تفتح بيها باكات من الممر ده. يعني هنا بص، ممكن بقى تكمل اخر فيه كله ماني بقى وهنا وهكذا. تمام، لحد الاخر ممكن تاخد يا بنزيما يا مودريتش اما باكا. تمام، فانت بالتوكنات دي تمام اللي انت هتلعبها من التمرينات تمام تفتح بيها. وعندك هنا ممكن تاخدها مجانية، هتاخد 10 لو اتفرجت على الاعلانين. وعندك هنا على الجنب برضو ممكن تشتري. ممكن مثلا لو انت عايز التوتي توكن ب 200 اف سي بوينت ممكن تجيبه، او ب 50 تمام تجيب ب 500. تمام، ونفس الكلام على ايه هو بي هو سي. تمام، نخش بقى على ايه، على الايكون ايفولوشنز. تمام يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده ان في الايكون ايفولوشنز بتختار 3 لعيبه مجانيين. تمام، اذا كان ريفالدو او لامبرد او كانافارو. مثلا لو انت اخترت كانافارو حلو، بيبقى معاك من ايكون بيزك لايكون تيم اوف زير. ازاي؟ اول حاجه عشان تجيب كانافارو العادي لازم على الاقل تكسب 5 مطوشه. تمام، طب هتقول لي ازاي اكسب مطوشه؟ هقول لك بص، عندك هنا عندك مطوشه يوميه ممكن تلعبها. تمام، مده المطوشه دي 15 ماتش. بتجيب حاجه اسمها توتي انرجي او تيم اوف زير انرجي. تمام، وبتلعب بيها 3 انواع من المطوشه، اذا كان ماتش ضد كمبيوتر او ماتش فيزا تك او ماتش هيد تو هيد. تمام، مقابل بقى بتاخد توكنات. التوكنات دي فائدتها ايه؟ ممكن تفتح بيها باكات او مقايضات. تمام، فعشان تجيب ريفالدو لازم تكسب على الاقل 5 مطوشه، لكن عشان تجيب بقيه النسخ من ريفالدو اللي هي بعد ال 85 تعمل ايه؟ لازم تعمل مقايضات. تمام، وعلى الاقل لازم تكسب 40 ماتش كلهم. تمام، ده كان يعتبر ايه شرح مبسط لايه لل الايكون ايفولوشنز. ونفس الكلام ده لو انت اخترت ريفالدو او لامبرد. تمام، نخش على اخر حاجه واللي هي الالتيميت تيم وزير. اشمعنى يا جماعه دي تبقوا تشكيله الالتيميت تيم وزير في حراسه المرمى اليسون، اما في الدفاع روبن دياز وفان دايك، على اليمين بتاع باير ليفركوزن، وعلى الشمال هرلانديز، اما في قلب الميدان بلينجهام ورودري ودي بروين، اما في الهجوم في هالاند ومبابي وميسي. تمام، وعلى الشمال عندك ممكن تاخد ايكون تيم وزير بس يوم 12/2. تمام، وعندك هنا لو دخلنا على اليمين شويه على الشمال شويه هنلاقي ان عندنا حاجه يوم نومن اتشيفمنتس، عباره عن 4 حاجات بتعملهم. اول حاجه تسجل 100 هدف، تاني واحده تعمل 50 اسيست، تالت واحده التكس تاخد مكافآت الممر 15 مره ومره 30. مقابل ده تاخد باكا من 85 ل 95. تمام، وعندك هنا لو دخلنا بقى على الشمال شويه عندك برضو نفس الكلام ده هناك برضو. تمام، بس فرق ان دي يوم 1/2. تمام، ونفس الكلام برضو الناحيه بس يوم 8/2، يعني تقريبا كل اسبوع. تمام، وعندك بقى في الاخر بقى ريوردز لما تعمل كل ده ممكن تاخد يا اليسون يا اما الواد بتاع باير ليفركوزن، يا اما باكا من 92 ل 97. بس دي تربل، يعني ممكن لو جالك لاعب ممكن تبيعه عادي. تمام، وبكده يا جماعه يكون خلصنا الحدث بالكامل. لكن اصلنا اهم 4 حاجات واللي هما المقايضات والمتجر والتحديات. تمام، والمهام. فاول حاجه نبدا بيها واللي هي نمط التحدي. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده ان نمط التحدي ده تقليدي جدا لاي فيفا في اي حدث. تمام، بيديك من 897 و100 جوهره و10000 كوين مقابل ان انت يكون الريت بتاع تشكيلتك فوق ال 65، حاجه طبيعيه جدا. تمام، ونخش بقى على ايه، على شرح الستور. تمام يا جماعه، لو دخلنا على الستور دلوقتي تمام وبصنا على كلمه توتي او بالاصح تيمو زير، عندنا هنا باكات
بقى عادية جدا. عندك بقى ستاندرد باك، عندك بقى الالترا باك، عندك الميجا باك، عندك الميجا باك التانية، عندك التكساس بلاير باك، وعندك هنا برضو الالتيميت باك اللي هي ب18,000 حرفيا، دي بتوع تجار مخدرات مثلا. تمام. وبقى ايه كلهم بيتجددوا بس ليهم حد معين. يعني مثلا ستاندرد باك حدها 10 مرات، الالترا باك حدها 10 مرات برضو، الميجا باك 5 مرات، الميجا باك بي برضو نفس الكلام مرتين. عندك الدوكلس بلاير باك دي برضو مرتين. عندك الالتيميت باك 3 مرات. عندك البيزك دي افتح فيها براحتك حرفيا، ابو بلاش كتر منه. هم عندك التوتي توكن 2 اخرك فيهم 300. هتقول لي ايه فرق يعني نجيب ايه التوتي توكن دي عباره عن ايه؟ بص، يعني مثلا لو دخلنا على واحده منهم، تمام، عندك الباس بوينت دي بتجيبها منين؟ من تصريح النجم، دي لما بيكون معاك واحده بتديك واحده. تمام. تمام. وعندك برضو ايه التانية بتاعت ايه، التانية اللي هي باللون الاخضر دي بتاعت التوكان بتاعت الويندر وورلد كارد بوينت. تمام. دي لما كنا بنلعب المسارات، تمام، كنا بنجيبها وبتاع والدنيا بتبقى زي الفل. تمام. دي بقى بتاخدها، تمام، بتحولها لتوكنات. تمام. ده كان يعتبر شرح الستور بالكامل. نخش على شرح المهام. انت 4 مهام جدا هم ضافوها، مهام يوميه ومهام اسبوعيه ومهام بمده الحدث كله اللي هي 35 يوم. وعندك ايه مهام المقايضات. ال6 مهام دول سهلين جدا. اول واحده ان انت تلعب ماتش او تمرين، وان انت تعمل هنا 4 اسيستات، وان انت تكسب ماتش في الديفيجن ريفيرس، وان انت تفتح باكة من الستور، وان انت تتفرج على اعلانين، وان انت تعمل مقايضة. تمام. تعمل المقايضة اليومية. تمام. وعندك هنا برضو ايه ال3 دول، عندك ان انت تعمل 10 مهام، انما تعمل 10 من دول. تمام. يعني تخلصهم مثلا النهاردة جيت بكرة، تمام، اداة تفتح لك. تمام. لو انت عملتهم عملت 10 منهم. تمام. وعندك هنا تسجل 50 هدف، فانا مسجل 30. وعندك هنا تعمل تطوير ل5 لعيبة. تمام. بالنسبة ايه بقى للتيم اوف زيركوس، هما بالظبط 5 مهام. اول واحدة انت تسجل 100 هدف، تاني واحدة انت تسجل 80 هدف، تالت واحدة انت تكسب 15 ماتش في الديفيجن ريفيرس، ورابع واحدة ان انت تعمل تفتح 15 باكة من الستور. واخر واحدة ان انت عارف المهام اليومية، عارف الهدايا اليومية اللي بتجيلك، لو مثلا طول الاسبوع بيجيلك مثلا لعيبة، جواهر، فلوس، وهكذا. تمام. هي دي بقى تفتحها 20 مرة، يعني بالظبط 3 4 اسابيع. عندك بقى ايه لا صح، نسيت اقول حاجة. اما بتعمل المهام دي هتاخد الحاجات دي، هتاخد 300 توكن، وهتاخد الالترا باك وايه ماسكرون، وهنا هتاخد الترا باك، وهنا هتاخد لاعب من 70 ل88. بالنسبة بقى ايه للمقايضات، هما بالظبط 4 مقايضات. تمام. مقايضة بتقولك انت تعمل لاعب من 80 ل97 وتاخد دي، وعندك مقايضة من 85 ل97 وتاخد اللاعب دي، وعندك مقايضة من 85 ل97 وتاخد ده. تمام. وعندك مقايضة أخيرة بقى، آخر مقايضة، هتلاعب من 88 ل97 أو من 88 ل95. بعد ما تعمل كل المدعكة دي هتاخد 2 دود ب100,000 كوين وستاندرد باك. ده بالنسبة ايه للمهام بتاعت التيم اوف زي عبارة عن ايه المقايضات دي. عبارة عن حبة مقايضات هنا هم ضافوها، بس أهمهم أول 5. ليه؟ لأن دي ودي 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 الاتنين دول، تمام، دي انتريدبل ودي تريدبل، يعني بيتباعوا وما بيتباعوش. دي ليك مرتين بس في اليوم تفتحهم، ودي تفتحها طول الوقت عادي. تمام. نفس الكلام على ال3 التانيين، دي انتريدبل والاتنين دول تريدبل، بس الفرق فيهم ان دي بوقت ودي مش بوقت. تمام. وهنا برضو دي تريدبل، بس فرق ان الريت بتاع دول اعلى وبوقت برضو. وعندك دي باكا معفنه يعني، وتجيب لك لاعب من التيم اوف زهير وتجيبها، ويجي لك 5 لعيبه سيلفر، واخر واحده تجيب من 87 ل84، وبتجدد كل يوم بجد. لا دي كمان 6 ايام. تمام. بس اخرك تعملها 3 مرات. وبس يا جماعه، ده كان يعتبر ايه شرح التيم اوف زهير بالكامل. تمام. جبت لك اهم النقاط اللي هم ضافوها. وبس يا جماعه، ده كان الفيديو بتاع النهارده، وشرحنا فيه اهم النقاط بتاعت التيم اوف زهير. واتمنى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل كل الصبيات عشان يوصلك كل جديد، وتابعني حساباتي كلها على السوشيال ميديا، واشوفك فيديو جديد. سلام.